أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. الموضوع اللي بغيت نناقش معكم في هذا الفيديو وهو عنده علاقة بالحادثة اللي عندها علاقة بالشيخ مولانا عمر بن محمد والأستاذ فاطمة النجار. هذا الموضوع هذا يعني أثار نقاش على مستويات عديدة، ولكن أنا بغيت نركز على واحد النقطة محددة بالذات، وهي الصعوبة التي تجدها الأرملة في مجتمعنا للزواج مرة أخرى. في الحقيقة يعني هذه المعضلة هذه وهذه الظاهرة لا تمت بتاتا للدين الإسلامي بصلة، بل بالعكس إذا مشينا نشوف الإسلام كقرآن وسنة وسيرة نبوية سوف نتفاجأ من يعني ترحيب الإسلام بزواج الأرملة من جديد. وأقوى دليل في هذا هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تعتبر النموذج التطبيقي للقرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 3 ديال زوجات اللي هما كانوا أرامل، على رأسهن أمنا خديجة رضي الله عنها، وكذلك ابنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه السيدة حفصة، وكذلك السيدة سودة بن زمعة. هذه الأمهات المؤمنين كن أرامل، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم أي حرج في الزواج بهن مرة أخرى. يعني سبحان الله، يعني عجيب أننا نلقاو واحد الشخص من عصر صدر الإسلام يعني أكثر انفتاحا وأكثر نضجا من مسلم في القرن 21. هي مسألة غريبة وعجيبة وتستحق يعني التركيز عليها. إذن هذه المسألة هذه من الناحية الشرعية والدينية لا حرج فيها بتاتا، بل إن الإسلام حض على ذلك واعتبره من الجهاد ومن البر. نقطة أخرى وهي لماذا يعني يرفض الأولاد أن أمهم تتزوج من جديد؟ هو في الحقيقة هذه المسألة هذه هي أكبر عقبة، أكثر من عقبة أن المجتمع هو الذي يرفض. الأولاد نفسهم كيرفضوا أن أمهم تتزوج من جديد، وهذه النقطة هذه خاص الأولاد هم اللي يعالجوها، لأنهم تتخيلوا تتصوروا على أن غادي يجي واحد الشخص غريب في المكان ديال باهم الله يرحمه. فاش كيتخيل الأولاد خصوصا البنات لأنهن يعني أكثر عاطفة من الذكور، ما كيقدروش يتخيلوا أن واحد الشخص غريب جا في المكان ديال باهم، تجيهم بحال خيانة، بحال الأم ديالهم غادي تخون الأب ديالهم المتوفي، وكذلك كتعتبر على أنه يعني عدم تقدير لأبيهم، في حين أن المسألة لا علاقة لها بالوفاء ولا بالخيانة ولا بالتقدير ولا بالتحقير. المسألة وكل ما فيها أن المرأة الأرملة لا زالت تنتمي إلى عالم البشر، لا زالت تنتمي إلى عالم الإنسان، لا زالت إنسانا ذا مشاعر وأحاسيس ورغبات وأحلام وطموحات، ومن حقها أن تعيش بكل ما يسعدها ما دام ذلك في إطار الحلال طبعا. إذن أنا أتوجه يعني برسالة لجميع الأولاد الذين لديهم أمهات أرامل أنهم يفكروا في هذه النقطة هذه ويناقشوها بيناتهم مزيان. وغريب يعني أن ندعي أننا مسلمون وأننا نفتخر بالإسلام، ولكن عندما نتموقع في مثل هذه المواقف يعني تكون ردود أفعالنا مثل ردود أفعال يعني عقائد في عقائد الكفار والمشركين. أعطي مثالا بالعقيدة الهندوسية. في العقيدة الهندوسية يحرم إطلاقا أن تتزوج الأرملة من جديد. إذن ما الفرق بيننا وبينهم إذا كنا نطبق شريعتهم؟ هم شريعتهم تحريم زواج الأرملة، ونحن نطبقها في مجتمعنا. الأولاد يحرمون على أمهاتهم أن تتزوج من جديد، يعني والمرأة تصبر حتى لا يتشتت أولادها وتحتسب ذلك عند الله، وطبعا لها أجر عظيم بإذن الله. ولكن ليس هذا ما يأمر به الله سبحانه وتعالى أبدا. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله عز وجل لم ينزل لنا شريعة الإسلام لنعيش في الشقاء وفي الضنك وفي التعب وفي المشقة، بالعكس ما شرع لنا الإسلام إلا لكي نسعد هنا وهناك في الدار الآخرة. إذن هذه النقطة هذه أتمنى أن الأولاد يفكروا فيها مزيان ويعتبروا أن
مساعدة الأم في الزواج من جديد هو من أجمل وأجل أنواع البر، لأن الله عز وجل لما قال وبالوالدين إحسانا لم يحدد، وتيسير زواج الأم من جديد هو من أجمل أنواع البر لأنه يسعدها. أما أننا يعني نعتبر أن الأمر فيه منافسة اقتصادية في الجانب المادي، موضوع الإرث مثلا إلى غير ذلك، فهذا ليس من البر إطلاقا. الابن الذي يفكر في اقتسام نصيب إرثه إذا ماتت أمه مثلا في وتركت له شيئا، هذا ليس ضررا بأمه على الإطلاق. الإنسان ينبغي أن يترفع ويتعالى عن هذه الرغبات الطينية المادية الحيوانية. الإنسان كائن روحي قبل أن يكون كائنا ماديا. وحتى أكون يعني كما تيقولوا عارف اش تنقول وأدل على وعي الكامل بهذه النقطة، أبدأ بنفسي وأطبق هذه الفكرة على نفسي. أنا شخصيا توفي أبي رحمه الله منذ حوالي 3 سنوات، وأقول وبكل مسؤولية وأعترف بكل نضج وبكل وعي على أنه إذا تقدم شخص للزواج بأمي فإنني سوف أكون أول المهنئين وأول السعداء وأول المرحبين بالفكرة. أقولها وأتحمل مسؤوليتها 100%، لأن الكلام سهل والتطبيق هو الذي يمتحن حقيقة الوعي. أختم هذه النقطة بنكتة، وهي أن واحد مجموعة ديال الأولاد مات لهم الأم ديالهم وبداو كيتناقشوا بغاو يزوجوا الأب ديالهم، وتنحيي الأولاد اللي كيفكروا بهذه الطريقة. لما كانوا كيتناقشوا اقترح عليهم واحد من الإخوة أنهم يبيعوا واحد البغل اللي كان عندهم، وبالمال ديالو يحيوا به الزواج، ينظموا الزواج ديال الأب ديالهم. فهذيك الأثناء دخل عليهم الأب، يعني وكان قد استرق آخرا قالوا. ولما دخلوا عرف بأنهم كيهضروا على بغاو يبيعوا البغل باش يزوجوه، ولكن هما حياء من أبيهم قلبوا الموضوع بداو كيتكلموا في موضوع آخر، والأب ديالهم قال لهم غير كملوا كلام البغل، بمعنى أنه سعيد وفرح لأن أولاده يفكرون فيه. فهذا هو الحب، هذا هو البر. راه سهل أنني نقول كنبغي ماما كنبغي بابا، راه سهلة في الكلام، ولكن ما موقع مشاعر أمك وأبيك في حبك؟ ما موقعه؟ أشكركم على حسن الإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.